السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم دائما أينما كنتم في هذا الفيديو الجديد. إذا سنتعرف على التشكيلة المرتقبة للمنتخب الوطني المغربي أمام الولايات المتحدة الأمريكية. إذا يستعد المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الأحد في دور ربع نهائي المونديال، مونديال الشيلي، في مباراة لن تكون سهلة، خاصة أن الفريق الأمريكي قدم مستويات جيدة في المباريات السابقة، على غرار المواجهة الملغومة التي عبر فيها كوريا الجنوبية في دور الثمن وفاز عليه بهدفين لواحد. وبالتالي كالعادة سيعتمد المدرب محمد وهبي على حماس اللاعبين وحضورهم الجيد، خاصة أنه لن يشكو من أي غياب مع محاولة إصلاح بعض النقاط التقنية على غرار الأخطاء، خاصة التي ترتكب في اللحظات الأخيرة من المباراة بسبب قلة التركيز. وبالتالي ومن المؤكد أن وهبي قد درس جيدا المنتخب الأمريكي الذي تبقى من نقاط قوته هي السرعة في العمليات، خاصة عند الانتقال من الدفاع نحو الهجوم، وما أكده في تصريحه قبل هذه المواجهة، حيث قال إنه يجب الحذر عندما تكون الكرة عند لاعبيه، علما أن المنتخب الأمريكي يتصدر مجموعته ب6 ديال النقاط وتجاوز دور الثمن بعد أن اكتسح المنتخب الإيطالي بثلاثيه نظيفه. بالتالي سيعتمد وهبي على مفاتيح اللعب وابرزهم معما فيري، وكذلك باعوف، جاسيم، والحارس بن شاوش وغيرهم، بالتالي من اجل تحقيق الهدف والتاهل للمربع الذهبي. إذ كلما كانت مفاتيح اللعب في يومها كلما كان الأداء جيدا، رغم أن كل المؤشرات تؤكد أن الاختبار سيكون ملغوما أمام منتخب أمريكي عادة ما يخوض المباراة بحماس كبير. وبالتالي ينتظر أن يعتمد المدرب وبي في التشكيلة على في حراسة المرمى بن شاوش، في الدفاع معمر، وكذلك الزهواني، باخات، وكذلك باعوف، ثم ايضا في الوسط الحداد، خليفي وبيار، في الهجوم معما، وبالتالي جاسم وصابري. اذا هذه هي الاسماء التي ممكن ان يعتمد عليها مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي في اللقاء الذي سيجمع المنتخب مع الولايات المتحدة الأمريكية في دور ربع نهائي المونديال المقام بشيلي. إذا شكرا لكل من تابعنا من الأول إلى الأخير، أحييكم دائما أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.